تخيل معايا تفيق كل صباح وعندك الحريه الكامله تخدم غير من الدار وتكون كتدخل صالير ديال واحد خدام الشهر كامل في نهار الا سمعتيني مزيان وتبعتي هاد لا فيديو. شنو غادي تقول لي الا قلت لك كاين واحد البيزنس موديل اللي ما داوينش عليه او ماروك بتاتا والاجانب فريمون كيدخلوا مئات بل الاف الدولارات من هذا البيزنس موديل؟ هو النيت اللي كنخدم به انا وكيجينيري ليا دايلي انكمز اونلاين بلا ما تكون عندك اكسبيرينس او بلا ما تخدمت نيت سوايع في النهار. داكشي علاش انا موفري لكم بزنس اللي حقيقي اللي خدام وغادي يبقى ديما خدام، وكنشجعكم باش تكونوا من الاوائل في هذا البزنس موديل في المغرب. ولا درتي ليا ابوني في الشين ديالي ودرتي لايك لهذا الفيديو وخليتي كومونتير، غادي نوفري لكم اسرار اللي الايجنسي اونرز خدامين بهم اللي يمكن ليك انت اللي كتفرج فيا انت تكون بحالهم او احسن منهم. يلا ندوزو للشرح. الو حنا غادي نعاونوا سمول بزنس اونرز اللي هما اصحاب المشاريع الصغرى، وغادي نبيعوا لهم اي سولوشن اللي غادي نوريكم كيفاش غنديروا ليها السيت اب دابا وفي اقل من 10 دقائق، اللي كل شيء يقدر يدير ليها السيت اب بلا حتى شي اكسبيرينس. ونقدروا نفرضوا على سمول بزنس اونرز مبلغ كيتراوح من 250 دولار حتى ل 550 دولار بير مانث اند بير كلاينت. لا فكرنا في هذا البلان مزيان، لا جبنا غير 10 ديال لي كليون ب 300 دولار في الشهر اللي بوسيبل بالجهد بالميثود ديال الكولد اوتريتش اللي غادي نبارطاجي معكم في هاد لا فيديو وفابور. غتكون عندنا 3000 دولار. واللي مزيان في هاد البلان هو ما غاديش نديرو بحال الايجنسي اونرز اللي فاردين مبالغ خياليه على سمول بزنس اونرز اللي كيتراوحوا ك 2000 3000 دولار اللي بيان سور اصحاب المشاريع الصغرى ما يقدروش عليها. وفي حاله لا قدروا راه الايجنسي اونرز غادي هولديوهم عندهم غير كابل مانثs ماكسيموم وغادي يكانسليو السيرفيس وغادي يبقاو يقلبوا على نيو كلاينتس بالفيسبوك ادز اكسيتيرا. الوغ 300 دولار راه البيزنس اونرز غادي افورديوها بيان سور، وراه ما كاينش دعم مستمر او بزاف ديال السيرفيس، حيت فاش كنبينوا هاد السيرفيس راه العمليه كتكون بسيطه وغير مره واحده. الوغ خليني نوريكم خطوه بخطوه فاش تجيبوا اول كلاينت ديالكم فابور 100%. الخدمه اللي غادي نقدموا لهاد الكلاينت غادي نعتمدوا فيها على الذكاء الاصطناعي باش ما تبقاش لا انت لا مول البروجي خدامين فول تايم والخدمه راه خدامه بوحدها. وبيان سور غادي تكون كتدخل 300 دولار في الشهر على كل كلاينت بطريقه اللي هي شبه سهله وكتحتاج غير لواحد سيت اب اللي غادي ياخذ منك غير 10 دقائق كيبقى مراني بوحدو. الوغ باش نجيبوا الفيرست كلاينت غالبا غادي تجي لهنا لجوجل وغادي تكتب ميكانيسيان اللي قريب ليا. هذا الشيء راه كيديروه كاع الناس في العالم، وحتى الا كنتي ساكن برا المغرب تقدر بسهوله تستهدف مالي المشاريع صغرى في ميريكان الا كنتي كتهضر بالانجلي مزيان، او لا كندا ولا فرنسا الا كنتي كدوي بالفرنسي مزيان، او لا حتى الدول العربيه حيت موست اوف يو جايز كيدويو بالعربيه، وهذا الشيء راه خدام حتى في بزاف بلدان اخرين. الوغ هنا عندنا النماري ديال التليفونات ديالو. داكشي علاش غادي نبدا نعيط دابا نيت حيت الصداع اللي في الطوموبيل ديالي خاصو يتصوب في اقرب وقت ممكن. ولكن الاحصائيات كتبين ان 62% من المكالمات اللي كيوصلوا لمالين المشاريع صغار ما كيجاوبوش عليهم. علاش؟ حيت مول المشروع سواء كان بلومبي او لا دريسيان او لا اي بيزنس كيدير كيكون مشغول وخدام على راسو وما يقدرش ديما يجاوب في التليفون. اذا اش غادي ندير؟ لا ما جاوبنيش الاول غادي نعيط للثاني ومن الثاني غنعيط للثالث وهكا. وبالتالي هذا الميكانيسيان اللي كيخلص فلوس كثيره باش يبان هو الاول في نتائج البحث ديال جوجل، ويمكن حتى كيخلص على الاشهارات وكيطلق الادز باش يبين الخدمه ديالو، كيضيع عليه بزاف ديال لي كليون غير حيت ما قدرش يجاوب على المكالمات ديالهم حيت كان مشغول. وهنا فين كيجي الدور ديالنا، غادي نقادوا واحد الخدمه بسيطه لمول هذا المشروع اللي كتسمى اوتومول تكست باك. هذه الخدمه ما كتفوتش 10 ديال الدقائق في السيت اب، وهذه هي الاي اي سولوشن اللي داير عليه هذا الفيديو كامل. وراه هذا الاي اي سولوشن او هذه الخدمه البسيطه كتخدم في اي مشروع كيف ما كان النوع ديالو، يعني خدامه لكاع اصحاب المشاريع الصغرى. هذا الحل عنده قيمه كبيره خصوصا الا عرفنا باللي مول المشروع ما كيجاوبش على 62% من المكالمات. فمثلا الا عيطت لشي خدمه وما جاوبني حتى سيستم اوتوماتيكمون كيصيفط لي ميساج
ميساج حيت محتاج مساعده للسياره ديالي. كيقول مرحبا كنتعذروا حيت ما جاوبنا، كيفاش نقدروا نعاونوك؟ وفي بلاصه ما نقلب على مشروع اخر كيتواصلوا معايا في البلاصه. هاد الخدمه مهمه لاي مشروع صغير، وتقدر تسول مثلا شكون كيجاوب على لي ميساج، واش لاجونس ولا مول المشروع. والا ما كانش عندهم الوقت مثلا راه هنا كيجي الدور ديال الذكاء الاصطناعي في ظرف 10 دقائق بالحساب. تقدر تقاد AI سيستم سولوشن باش يخدم اوتوماتيكمون بلا ما تحتاج يتدخل لا مول لاجونس او لا مول المشروع. وقبل ما نشرح لك الخطوات ديال السيت اب ديال هاد AI سولوشن غنوريك كيفاش تخلي هاد العرض ديال هاد الخدمه ساهل يتقبل باش تبيعوا لموالين المشاريع الصغرى. كنستعملوا واحد الاداه سميتها حاسبه تاكس باك باش نحسبوا العائد على الاستثمار اللي هو ROI، ونوضحوا ليهم الفائده اللي غادي يستافدوا منه. والاكسيون اللي غادي دير هو انك غادي تواصل مع اي مول مشروع محلي صغير، سواء كان تريسيان ولا بلومبي ولا حلا ثيرابيست اكسيتيرا، ما يهمش النوع ديال المشروع. تقدر تخدم مع اي بزنس. من بعد غادي تجلس معاه وغادي تسولو شحال هي القيمه ديال الكلاينت العادي بالنسبه لي، يعني شحال خلص الكلاينت في المتوسط. مثلا نقولوا ان الكلاينت كيخلص في المتوسط $500 يعني USA برايس. ومن بعد كتسولو شحال من مكالمه كتضيع ليك السيمانه، ويقدر يجاوب هو كنضيع تقريبا شي 3 ديال المكالمات في النهار، يعني تقريبا 20 مكالمه في سيمانه. من بعد كتسولو الا جاوبتي على دوك المكالمات شحال منهم تقدر تحولهم للكلاينتس ديال بصح. هو كيجاوبنا نقدر نجيب تقريبا 35% منهم. من بعد كنحسبوا العائد على الاستثمار على حساب الارقام اللي عطانا هو براسو بلا ما نديروا ارقام من عندنا. وملي كتحسب ليه العائد كتقول ليه انت كتصرف في الشهر اكثر من $3200 وحنا كناخذوا غير $297 في الشهر، وهذا كيعني على انك غادي تربح اكثر من 1000% الا بديتي الخدمه معاه. من بعد كتقول ليه بغينا نوجدوا لك واحد AI سيستم باش نرجعوا المكالمات اللي كيضيعوا ليك وما كتجاوبش عليهم او ما كتقدرش تجاوب عليهم كليان حقيقي اللي غادي تخدم معاه وتحقق ارباح حقيقيه اكثر في البيزنس ديالك. اشنو بان لي هذه غادي تكون الطريقه اللي غادي تبيع بها الاي سيستم سولوشن اللي غادي نديروا لها السيت اب دابا بواحد الطريقه منطقيه وسهله اللي غتخليك تقنع بها اصحاب المشاريع الصغرى في العالم كامل. والا كنتي كتفكر وكتقول ولكن ما عنديش سيت ويب، كيفاش نقدر نبان بحال شي ايجنسي اونر ديال بصح؟ حنا في الحقيقه عندنا تمبليت ديال سيت ويب بروفيسيونيل واجد تقدر دير ليه كوبي وتخدم به في البيزنس ديالك. تقدر تشوف هنا السيت ديال ROI الرد على المكالمات الفائته، هذا راه غير لوغو مؤقت وتقدر تحط اللوغو ديالك والسميه ديال السيت ديالك. والحاجه الزوينه اخرى هي ان هذا البروغرام يمكن تبدلو كامل بسميت، وهذه القضيه كتسمى الوايت لابل، وهذا كيعني تقدر دير اللوغو ديالك وتربطو بالدومين ديالك وتربط السيستم ديال الخلاص ديالك باش تشد 100% الفلوس كامله نيشان في الكونت بانكير ديالك بلا حتى شي كوميسيون او لا نسبه. اولا دخل الصوب اكاونت ديالك من الليست اللي في الجنب على اليسار، غتهبط لتحت وورك على سيتينغ. ثانيا في سيتينغز اختار النمبر فون ومن بعد كليكي على ادفانسد سيتينغ. ثالثا في الادفانسد سيتينغز كليكي على فويس ميل اند ميسد كول تكست باك. رابعا بدل شحال ديال الوقت كتصوني لابيل قبل ما يمشي الميساج، عاده كتكون مريقله من بين 10 حتى 20 ثانيه. خامسا فعل هذا الخيار ديال enable missed call text back ومن بعد كليكي على customize باش تكتب الجواب الاوتوماتيكي ديالك. سادسا في الميساج بوب اب بدل الكتابه على القياس ديالك واستعمل بليس هولدر بحال السميه ديال الكونتاكت باش ديرها بيرسوناليزي. سابعا تحت من ايديتور اختار نيميرو اللي بغيتي تصيفط منه تيست ميساج، كليكي على ساند تيست وشوف بريفيو. ثامنا الا كنتي راضي على هذا الشيء كليكي سيف اند يور جود تو جو، وهكا غتكون سيت ابيتي الفيتشر ديال ميسد كول تكست باك وطحان لي الدولار مع راسك. الا بغيتي ندير لكم فورماسيون دو A à Z على هذا التول هذا خليو لي في كومونتير فورماسيون.